بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد غياب طويل 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 هبدأ معاكم كده الفيديو ده كان في عز المطرة اللي الفيديو هنزل لكم فيها. كنت ناوية اعمل كحك. انا عارفة ان المقدمة تبقى طويلة شوية عليكم، فعاوزة اعمل الكحك بكرة على طول. فطبعا ما جبتش الملبن، والدنيا مطرت والبلد معجنة، يعني قدامي يومين اتنين على ما اعرف اروح انزل قلب البلد عشان اجيب الملبن. طب اعمل ايه؟ قلت ما انا بعمله بالعجمية وخلاص. فقلت قومي يا مروة اعملي العجمية، والحاجة بتاعتها كلها كانت موجودة عندي في البيت. فقلت يلا نخش نعمل العجمية، وزي ما انتوا شايفينها كده في منتهى الجمال ومنتهى السلاسة، وكل مكوناتها موجودة في البيت. وهتشوفوا معايا دلوقتي لما تكملوا معايا الفيديو هتعرفوا ان هي دي احلى واجمل عجمية تشوفوها، اللي هي بتتحط بقى في قلب الكحك بتاع المحلات الماركات الكبيرة. بس اهم حاجة يعني تعملها بحتة سمنة بلدي كده عشان الدنيا تبقى تمام معاكي وتبقى حلوة كده وجميلة. وشايفين معانا اهو، بصوا، بتتكور معايا بمنتهى السهولة. انا كده بكورها عشان اجهزها للكحك، عشان هبدأ الصبح ان شاء الله من غير شر، يعني ابدأ اعمل الكحك. في الوقت اللي هينزل لكم الفيديو هكون انا ساعتها بحشي بالكحك. ولو انتوا عايزين انزل لكم طريقة عمل الكحك بتاعتي، يا ريت بقى تكتبولي كده في التعليقات ويا ريت يعني انا بضيفها خفيفة عليكم. انا عارفة ان انا بقالي فترة كبيرة جدا ما نزلتش فيديوهات، بس معلش يعني ظروف بقى خاصة كده غصب، فما عرفتش انزل فيديوهات، فغصب عني استحملوني. ويا ريت بقى لو انتي لسه اول مره تشوفيني وتتابعيني في القناه بتاعتي، يا ريت تحطي اشتراكك الجميل تحت ولايك وتعليق الحلو، وهستنى تعليقاتكم الحلوه بتاعتكم تحت. واتمنى اكون يعني ضيفه خفيفه عليكم، وتقولي لي ايه رايكم في العجميه بتاعتي ديت. بصوا الجمال، بجد بجد هي فعلا تحفه. اتمنى يعني لو كل حد يجرب ان هو يعملها وهيستفيد كتير. بس اهم حاجه تحطوا اللايك اللي انا بقولكوا عليه ده، حطوا لايك. ويلا خشوا معايا الفيديو عشان نشوف هنعمله. هنجيب هنا اول حاجه ببدا اعملها زي ما انتوا شايفين كده معايا. هجيب السمسم كده احمصه في طاسه فاضيه مفيهاش اي حاجه خالص. الطاسه اهي اللي انا هشتغل فيها، اللي هعمل فيها العجميه بتاعتي معاكم دلوقتي، فاضيه مفيهاش اي حاجه. هحمص فيها السمسم على نار هاديه جدا. اهم حاجه تكون النار هاديه جدا، وتنكي تقلبها زي ما انت شايفه كده. عايزه تقلبها بمعلقه زي ما انت شايفه كده ماشي، عايزه تقلبها تحركي الطاسه كده ماشي، بس اهم حاجه شايفين النار هاديه جدا اهي. ف انا عارفه ان عينو البوتاجاز يعني بصراحه اسفه على المنظر اللي انتوا شايفينه ده، بس يعني هنضفها. وريت لو انتوا عاوزين طريقه تنظيفها وازاي بتلمع كده واخليها حلوه، هعمل لكم فيديو ليها ان شاء الله وانا بنضفها معاكم واوريها لكم ازاي بنضفها واخليها تبقى شكلها حلو. يعني من ضمن تنظيفات العيد، لان طبعا زي ما انتوا شايفين السيراميك برضو عاوز يتغسل، في شغل ورايا كتير بصراحة. فربنا يعيني ويعين كل الناس، ادعولي وادعوا لابويا ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض. اتمنى منكم دعوة حلوة كده لوالدي. هنا هو خلاص كان بدأ يحمر يعني كده، وتتنكي معاه على نار هادية. لو عليت النار زي ما انا سنة كده انا كنت مستعجلة، لازم تبقي عينك معاه وما تسيبهوش وما تتحركيش من جنب البوتاجاز، اهم حاجة. وتتنكي معاه لحد ما يبقى لونه ذهبي. خلي بالك لا يغمق منك عشان ما يمررش او يتحرق، فاهمين معايا؟ اللي يوصل للمرحلة الذهبي اللي انتوا شايفينها، هي مش باينة طبعا في الكاميرا بس هي باينة عندنا طبعا. كده نقلته في طبق اهو على جنب، وجبت هنا معلقة سمنة بلدي حلوة في نفس الطاسة. انا ركنت بقى السمسم على جنب اهو في الطبق، وهنا معانا معلقة سمنة بلدي حلوة. وهجيب هنا اختبر السمنة اذا كانت قدحت ولا لأ. بحط كده حاجة بسيطة عشان اشوف، واول ما تبدأ تقدح معايا كده هنزل معلقتين دقيق اهو، وابدأ بقى اقلب على طول اهو. السمنة بت بت
بتغلي يعني. ولازم تقلبي بسرعة كده زي ما انت شايفة اهو. قلبي كده وخليكي ست شاطرة كده وتقلبي لازم تتأكدي كويس اوي، لازم تتنكي تشوحي فيه لحد ما يبقى لونه دهب زي ما انت شايفة كده، وريحة الدقيق تبدأ يعني سنة تطلع، علشان الدقيق ما يبقاش ني لما تيجي تاكلي العجمية ما يبقاش طعم دقيق فيها، لان هي طبعا هي جوه الكحكاية مش هتبقى الدقيق لو ما استواش في المرحلة ديت في العجمية مش هيستوي جوه الكحك، عشان يعني ما تفكروش ان هو عشان كده كده الكحك ما هو بيبقى دقيق وبيستوي، لا في فرق طبعا. فطبعا لازم تسوي الدقيق كويس قوي مع السمنة. دي حاجة بسيطة كده يعني ايه، اللي هي رشة ملح يعني ايه، رشة ملح كده سنة يعني. والله الواحد بيحطها كده وخلاص، مش معرفش ليه بس هو احنا لازم نحطها ايا كان يعني مش هتفرق كتير. والتاني كده قلبي كده اهم حاجة عشان ما يكلكحش منك، شايفين ولا في لا كلكعة ولا في اي حاجة. وادي السمسم اللي انا كنت محمصة معاك اهو، ما حمصتوش قوي يعني ايه، بخليه بردك لونه فاتح كده عشان يبقى لونه حلو. يعني ما تقرصيش عليه في الأضحية، لان طبعا هو نزل هنا برضو في السخونية، فعشان انت لو كنت حمصتيه زيادة هيعمل معاك. وهاجي هنا بايه حوالي كوباية عسل نحل. انا مردتش بقى ان انا افضيها في كوباية ونص العسل يروح في الكوباية، وانا ما باكلش العسل اصلا، فهودي بقية الكوباية فين؟ فطبعا لازم ايه اعمل كده. فانا ببقى عارفاها بالويم يعني ايه قد ايه كده الكوباية، ببقى واخدة بالنظر يعني. وهننزل بيه بقى كده حوالي كوباية على الدقيق والسمنة بتاعنا. لو عايزة بقى تحط ريحة كحك حطي، بس انا ما بحبش احط ريحة كحك في العجمية قوي، يعني عشان ممكن يكون في ناس دي حاجة ترجع للذوق يعني، كل واحد حر يعني. بعد ما حطيت العسل بقى لازم برضك اسيبه ايه يتقلوا مع بعض كده اهو. هي هتبدأ تتقل شوية بشوية مع النار على ما العسل يسخن مع السمنة والدقيق وكده. ممكن بقى تضيفي، هي كده خلاص العجمية خلصت، هنبدأ نقلب لحد ما تتقل سنة. تاني حاجة معانا، لو انت عايزة بقى تضيفي مكسرات تاني براحتك يعني، ممكن تضيفي قطع تمر طري برضو ممكن يعني، دي حاجة ترجع الذوق بقى في الحشوة دي. طبعا انا كان عندي شوية يعني سوداني كده مع مش طحنتهم، عملتهم مجروش كده، هنزل بيهم عليه. ولو عندك سوداني، عندك عين جمل بقى، عندك لوز، عندك بندق، عيشي مع نفسك، مش عايزة تحطي ما تحطيش يعني ايه. في كل الأحوال الموضوع متروك لكل واحد وذوقه وإمكانياته في الغل اللي احنا فيه ده شوية سوداني مجروشين اهوت. شايفين هي بدأت بقى هنا اهي، بصوا. وخلي بالكوا أهم حاجة العجمية وانت شغالة بيها نار هادي، لازم النار هادي، اوعي تعلي النار علشان العجمية متضحكش عليك. وابدأ اهو اقلب كل ده وانت شغالة، تكوني مجهزة الحاجات دي جنبك، وما تسيبيش المطبخ وتخرجي لاي ظرف من الظروف، لانك كده هي اهي بصوا اللي كانت سايلة زي ما انتوا كنتوا شايفينها اهي بدأت لمت نفسها. بس خلاص كده العجمية خلصت زي ما انتوا شفتها في اول الفيديو. واول ما تبدأ تبرد وتهدى كده شوية، تهدى بس شوية، تبدأ تكوريها وتجهزيها للشغل بتاعك، علشان لما تكوني قاعدة بتعملي الكحكة تبقى هي ايه، انت عاملاها الكرات اللي انت شفتها الصغيرة ديت، وتبدأ تشتغلي فيها. وخلاص كده العجمية بتاعتك